لو فاكرة إن الجمال ده بياخد وقت أو مجهود في عمايله تبقي غلطانة. بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، عليهم رشة فانيليا ومعلقة ونص كبار من السكر. هضربهم بالمضرب لمدة 5 دقايق لغاية ما يعملوا فوم ولونهم يفتح. نص كوباية من الزبدة سيحتها في حمام مية وممكن تسيحوها في الميكروويف، وحطيت عليها نص كوباية من الشوكولاتة المبشورة. استخدمت شوكولاتة خام أي نوع كويس وقلبتها في الزبدة السخنة لحد ما دابت. ولأني بستخدم شوكولاتة خام حطيت عليهم معلقتين كبار من الكريمة اللباني، وممكن تبدلوا الخطوة دي بإنكم تستخدموا شوكولاتة بالحليب أو إنكم تحطوا معلقتين لبن. لما الشوكولاتة بردت خالص حطيتها على خليط البيض وقلبتها بالراحة عشان مخرجش الهوا. حطيت عليهم معلقة كبيرة من الكاكاو الخام ومعلقتين ونص من الدقيق، وبكون حاطة على الدقيق معلقة صغيرة بيكنج باودر. لما الخليط يمتزج كويس بصبه في القالب اللي بكون مبطناه بسمنة ورشة كاكاو، وبحطه في فرن متسخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة بس مش أكتر من كده. ولما بتطلع من الفرن بتحسوا إن هي طرية شوية من النص، وده طبيعي. بسيبها يدوب 5 دقايق بس تهدى، وبعد كده بقلبها وبحط عليها رشة سكر بودرة وأساسي الآيس كريم، وده إحنا اللي مجهزينه وهحط لكم اللينك بتاعه في الكومنتس. واللحظة بقى اللي أنا بحبها جدا لما نيجي نفتحها كده والشوكولاتة تنزل من جواها، بجد رهيبة. لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وما تنسوش تعملوا فولو.